آخر ما في جعبة الجزيرة فيما تسميه تغطية للحدث السوري، ولكنها باتت تعطي أوامر التحرك للمجموعات الإرهابية المسلحة لتمارس القتل والإرهاب ولتشبع نهم الجزيرة للدم السوري. الهدف دوما مجددا الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 23 من أيلول. خبر عاجل على شريط قناة التحريض: إطلاق نار كثيف في منطقة دوما بريف دمشق. معلومة نفاها أهالي دوما عبر اتصالات هاتفية مع أخبار التلفزيون وعلى أكثر من قناة إعلامية، لكن أوامر الجزيرة لم تأخذ أكثر من ساعة للتنفيذ، فعند 4:30 قام عدد من المسلحين بالهجوم على حاجز لقوات حفظ النظام ما أدى إلى إصابة ضابطين. هذا الأمر يتكرر للأسبوع الثالث على التوالي، فقد دخلت العربية أيضا على خط إعطاء أوامر التحرك منذ 3 أسابيع، وهذا ما أكدناه في أخبارنا يوم 26 من آب عندما بثت العربية خبرا عن هجوم على مبنى الأمن العسكري في دوما، ثم تم تنفيذ الهجوم بعد ساعات من الخبر. محطة العربية بثت خبرا في الساعة 1:30 بأن متظاهرين يتوجهون إلى مبنى الأمن العسكري في دوما. مراسل الأخبار في هذه الساعة نفى هذا الخبر، لم يكن هناك أي متظاهرين توجهوا إلى مبنى الأمن العسكري في دوما، ولكن الآن في تمام الساعة 3 بتوقيت دمشق قبل نصف ساعة من الآن توجه فعلا متظاهرون إلى مبنى الأمن العسكري، والنتيجة كانت إصابة عنصرين من مفرزة الأمن العسكري في دوما. صانعو الموت يبثون القتل والإرهاب مع كل كلمة تخرج على شاشاتهم، ويبقى الدم السوري في رقبة من يحرض على القتل والموت. إحباط، تراجع للمظاهرات لا مظاهرات، هي حالة من الاضطراب واللا توازن فرضتها نتيجة جهد وعمل ومتابعة وحماسة منذ أكثر من 6 أشهر. لم تبقى وسيلة من وسائل الكذب والنفاق إلا واستخدمت خلالها. مؤشر على حالة الإحباط. إذا هل ما تقوله أنه لا مظاهرات اليوم؟ كيف تفسر يعني كون المظاهرات يعني ليست بالحجم والزخم الذي شهدته الأسابيع الماضية؟ ولأن الاعتراف بالفشل وإن بدأت تظهر أولى بوادره، إلا أن الأنفاس المتحشرجة ما زالت تنافح الموت، ولأن الحقيقة صادمة فلا ضير من مواجهتها برفع منسوب الكذب الذي انقطع حبله فتقطعت بهم السبل. المواجهات التي تقوم بين الجيش ومنشقين عن الجيش، كل المتسارية المتهديدة والطيبة والداعية واحتمال اشتباكات عنيفة بين الجيش والمنشق والحل، وزاد الاشتباك حوالي 20 ساعة بالعمد يعني، وسقط أكثر من 30 خفيف وحوالي 50 الجريح من اثنتين. هو حبل مهترئ ومهلهل لم يعد يجد آذانا صاغية له، وها نحن كما في كل مرة نضعهم أمام مرآة الحقيقة. ولأن جميع الجهود الدولية وكل الدعم المادي والمعنوي لم ينفع ما لا نفع منه، فولد اسم هذه الجمعة من رحم الإحباط، عله يهتدي إلى بصيص أمل. هذه الجمعة هي جمعة توحيد المعارضة. ما الذي يجعل المعارضة السورية غير متحدة حتى الآن؟ هو سؤال مربك وجوابه محرج. تدرج ما بين المبالغة واختلاف في وجهات النظر وصولا إلى حالة إقصائية بين أطراف من يسمون أنفسهم معارضة. السيناريو نفسه كل يوم جمعة تخرج علينا قنوات تؤكد إفلاسها، فلم نرى في أي وسيلة إعلامية مادة دون زمان أو مكان إلا في الجزيرة. شهود عيان وأعضاء تنسيقيات، هذه هي مصادرها، وليس المهم أي اعتبار مهني، ولكن المهم لديهم التحريض واستهداف سوريا تنفيذا لمخططات تجسد هذه القنوات ذراعها الإعلامي. في مدينة لاعل بمحافظة درعا بثت قناة الجزيرة صورا مباشرة عن وجود مظاهرة حاشدة في المدينة،
حيث كان الجو بالنسبة للجزيرة مشمسا، إلا أن مراسل أخبار التلفزيون العربي السوري أكد لنا انتشار الغبار الكثيف والشديد. هنا إذا هي جمعة هادئة تعيشها محافظة درعا حتى هذه اللحظة، وما يشاع عبر قنوات لا أساس له من الصحة. يعني التقدير الجو الآن هو مغبر وأصبح مائل البرودة مع رياح شديدة جدا. الجزيرة التي تصر على تغطيتها الافتراضية بثت في عواجلها عددا من القتلى في محافظة حمص، لكن الحقيقة نقلها مراسلنا في المدينة. قناة الجزيرة تتحدث عن قتلى في حمص اليوم، ما حقيقة هذا الخبر؟ لا صحة إطلاقا للأنباء والعواجل التي بثتها قناة الجزيرة وعن وجود ما تسميه قتلى في مدينة حمص، فالمدينة تعيش حياة اعتيادية وهادئة، وكل ما تقوله قناة الجزيرة عار عن الصحة. ولم تتوقف الجزيرة عند محافظة أو أخرى، لكنها قسمت بثها ليشمل المحافظات كافة. وبالنسبة للمخصص عن مدينة حماة فقد نالت نصيبها من الكذب، أما الحقيقة نتركها لكم بالصوت والصورة. المدينة تعيش حالة من الهدوء المستمر والاستقرار، وليس هناك من أي حادثة تذكر، على عكس ما أوردته بعض القنوات الفضائية من إطلاق للنار وغيره.